السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى صحابته أجمعين. بنرحب بكل مشتركينا الجداد وبنقول لهم نورتونا. كمان يا ست الكل ما تنسيش اللايك الحلو اللي بنستناه منك، واللي بيشاهد القناة لأول مرة يسعدنا جدا اشتراكك وتفعيلك للجرس ليوصلك منا كل جديد. وبرضه اوعوا تنسوا اللايك الحلو اللي بنستناه منكم لأن ده بيدعم الفيديو جدا. وخلينا زي ما عودناك يا ست الكل بمقاديرنا البسيطة، يلا بينا نعمل البغاشة. مش هنطول عليكي كتير، ولأن مقاديرنا بسيطة عندنا كوباية من السكر، وعندنا حبايه من البيض، كيسين فانيليا، نص ليمونه، كوبايه من الدقيق، معلقه بيكنج باودر، وهنستخدم كمان شويه زيت. يلا بينا نقول على بركه الله ونبدا. اول حاجه هنبدا بيها هي الشربات بتاعنا. حطينا زي ما انت شايفه كده مج من، عايزين الشربات بتاعنا متوسط، مش خفيف ومش تقيل. ادي كوبايه ميه وتلات ارباع كوبايه كمان على بال ما يغلي. عايزينه يغلي لمده 10 دقائق علشان يديني القوام اللي انا عايزاه. 10 دقائق على النار. كمان نص ليمونه ونقلبه بقى. يلا بينا. هي دي كوبايه الدقيق بتاعتنا. تمام. معلقه بيكنج باودر صغيره جدا وما تكونش مليانه كمان. الدقيق لازم يكون منخول علشان يدي نتيجه معاكي حلوه. لازم الدقيق يكون منخول. انا ده نخلته قبل ما انزل بيه في الكوبايه. ادي معلقه اهي من معالق الطعام زيت، وكمان واحده. بسم الله. هنقلبهم بقى كده في بعض. انا هنا يعني كده بدخل الزيت كده والدقيق في بعض، لسه مش هقلب بايدي دلوقتي. على بقى حبايه البيض نزلت بكيس واحد من الفانيليا. الشربات بقى لاي حلويات حطي الفانيليا في الاخر، هيدي معاكي ريحه حلوه قوي للحلويات. هتبقى ريحته كده قويه ومش قادره اقول لك عامله ازاي. يلا بينا. بسم الله. على كده الدقيق. الحكايه بسيطه وسهله، كل حاجه اهي موجوده في البيت. بصي، اول ما بتبداي يعني تنزلي كده بحبايه البيض، حاولي تدخليهم الاول بالمعلقه في بعض قبل ما تنزلي بالميه. معايا ربع كوبايه ميه هنا. بقولك واحده واحده بقى انزلي بالميه. بسم الله. انا عايزه عجينه ما تكونش طريه، عايزه عجينه تكون ناشفه ما تكونش طريه عشان اعرف اتحكم فيها. خلاص انا نزلت كده بحوالي نص ربع كوبايه اهو. هنزل كمان بشويه منهم وابدا برضو اقلب لحد ما يعني احس الدقيق لم ابدا اعملها بايديا. لسه برضو يبقى انا هنزل بالشويه اللي فاضلين. هنجيب شويه كمان. شايفين هنا بدات تعمل ازاي؟ هنا كده بدات تلم. انا جبت شويه ميه كمان. بسم الله. ما نزلتش برضو بيهم كلهم في الاخر. هقولك اخدت قد ايه ميه، وكل دقيق بيختلف برضو عن التاني. هنا هي عايزه ايه؟ عايزاني كده بقى اسيب المعلقه وابدا اعجنها بايديا بالطريقه دي كده. بدخلها كده كلها في بعضها. لسه فيها سن تلزيق بس في دقيق ناشف تحت ما اتحركش، هو ده اللي هيخلي العجينه تلم معايا. هي لمت على كده خلاص. اخدت قد ايه ميه على كوبايه الدقيق؟ بصي يا ست الكل، دي اقل من نص كوبايه. هم دول اللي اخدتها من ميه. ودي اكتر حاجه مهمه لظبط البغاشه، هو مقدار الميه. يعني ما تدلقيش ميه كتير، لا اديها واحده واحده علشان تعرفي تظبطيها كويس. ننزل بقى على الشربات كده بكيس الفانيليا. نسيبه لمده دقيقتين بعد ما نقلبه ونطفي عليه النار. هي كده طبعا ما اتعجنتش، ده انا يا دوبك لميتها. بروح بقى واجي فيها بالطريقه اللي انت شايفاها دي كده لمده 10 دقايق كاملين. بعد ما عجناها كده كويس قوي في الصينيه زي ما انت شايفه، نسيبها لمده 10 دقايق مش اكتر من كده. نحطها في بلاستيكه ونغطيها ونسيبها 10 دقايق بس ترتاح. غسلنا الرخامه بتاعتنا كويس ونشفناها كويس قوي. فردنا عليها معلقه نشا، وده احسن حاجه للفرد، النشا مش الدقيق. بسم الله كده. هبدا افرد بقى العجينه بتاعتي بالنشابه بقى. بسم الله. طبعا معذره علشان الرخامه صغيره. نفردها كده لحد ما هنقول السمك اللي احنا عايزين نفرده. بعد بقى ما فردناها زي ما انت شايفه كده خلاص كده انا فردتها كويس قوي. اللي كده بصي بقى بقطعه البيتزا بتتقطع بمنتهى السهوله. وهنوريكي طبعا السمك بتاعها قد ايه. ولازم الرخامه تكون مدهونه نشا كويس. بسم الله. خلاص بكمل بقى كده تقطيعها. بقى السمك بتاعها يا ست الكل. بسم الله كده.
ادي السمك بتاعها علشان تنفخ معاكي. نقلتها على طبق وفرطتها بعيد عن بعضها زي ما انت شايفه كده. دهنت الطبق دهنه نشا خفيفه جدا، نزلنا بيها في زيت سخن على نار متوسطه، ما تكونش نار عاليه علشان ما تتحرقش بسرعه، وكمان ما تستويش منك كويس وما تنفخش برضو كويس. بسم الله. شايفه كده اهي بدات تنفخ. خلي النار متوسطه عشان تاخد سواها المظبوط. بينا نقلبها. بسم الله ما شاء الله. بصوا نفخت ازاي، الله على الجمال. كمان طعمها بيكون حلو، وكمان حاجه اقتصاديه جدا يا ست الكل. بس طبعا لازم تبقي واقفه قدامها، ما ينفعش تروحي تعملي حاجه وترجعي لها الا عارف طلعها. بسم الله. بصي الجمال على طول على العسل. انتوا شايفين انا حاطه العسل زي ما هو اهو في الحله بتاعته، على طول انزل بيها في العسل. اهم حاجه ظبط الميه وظبط النار فيها. ننزل باللي بعده، يعني حوالي كده اقل من 30 ثانيه، وطلعيها على طول علشان تفضل محافظه على القرمشه بتاعتها، ما تسيبهاش وقت طويل في العسل. يعني كده زي نص دقيقه بالظبط ونطلعها على طول. وزي ما انت شايفه كده بناخد من هنا لهنا على طول كده. بصي الجمال كده يا ست الكل. ما تنسيش بقى الاشتراك وتفعيل الجرس ليوصلك منها كل جديد. الوصفه حلوه وسهله وبسيطه. بصي الجمال مفرغه من جوه ازاي، ولا القرمشه بتاعتها. ما تنسناش في الاشتراك وتفعيل الجرس ليوصلك منها كل جديد، واوعي تنسي اللايك الحلو اللي بنستناه منك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.